وعاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم عبد الله. في حلقه النهارده هنتعرف ازاي نعمل شريط اخبار بطريقه احترافيه وبطريقه سهله جدا، وكمان دي طريقه حصريه لقناه الحبار المصري، محدش شرح الطريقه ديت قبل كده. طيب نبص على الطريقه سوا وبعد كده نخش على الشرح. زي ما انتم شايفين تحت هنا طبعا شريط الاخبار تقدر تديله الحجم اللي انت عاوزه، وكمان هتقدر تغير الالوان بتاعته. تمام. وزي ما انت شايف تقدر تحطه في اي مكان في الشاشه. زي ما انت شايف كده التطبيق شغال بشكل طبيعي جدا وشكل احترافي. طيب احنا هنا هيبقى معانا ملفين، ملف ال HTML وملف الكود اللي هيشغل. انت عاوز تغير النصوص اللي موجوده في الملف، هتفتح ملف ال HTML وهتجيبه على محرر النصوص. تمام. او لو انت عندك محرر اكواد ال HTML هتنزل، هتيجي هنا كده تغير الكلمات اللي انت عاوز تغيرها مكان الكلام المكتوب بالعربي. وطبعا خلي بالك يكون عندك نسخه تانية من الملف عشان لو بوظت حاجه في الملف ده تقدر تعدلها في الملف التاني. تمام. زي ما انت شايف كده دي كل النصوص اللي بتظهر، تقدر براحتك تغيرها وتكتب النصوص اللي انت عاوزها. طيب نخش بقى للشرح، بس قبل ما نخش على الشرح حابب اشكر الناس الجميله اللي بتكتب التعليقات دي. وكمان حابب اذكر كمان حاجه، ان شاء الله شغال على تطبيق قران مصور، وباذن ربنا في وقت قريب هنزله لكم. تمام. يلا بقى نخش في الشرح. نفتح تطبيق سكتش وير، نضغط علامه الزائد ونعمل مشروع جديد، نكتبه باي اسم. هنبدا هنا نضيف لينير اتش او اي لينير انت عاوز تضيفه. تمام. المهم ان احنا هنضيف لينير اتش عشان نحط صفحه الويب تحته ونخلي شريط الاخبار تحت، او مكان ما انت عاوز تحط شريط الاخبار. تمام. زي ما شفنا كده في البرنامج في اول الفيديو. هنضيف الويب وهنخلي هنا نديها رقم 1، نضغط هنا كده وهنديها رقم 1، وتيجي هنا على الويب وتجيبها الرقم 2. تمام. هتبقى معاك بالشكل ده كده. اول بقى حاجه هنضيفها، هنضيف بلوكة اليو ار ال الخاصه بالويب. هنحدد مكان الويب كده بالشكل ده. هنجيب بقى الكود الاول، كود التشغيل اللي هو الكود ده. هتلاقي الاتنين برابط مباشر اسفل الفيديو. هتحدد الملف كله، تأكد ان انت حددت الرابط كله، ما سبتش فيه اي فراغات او سبت فيه اي حروف. عشان طبعا صفحه الويب احنا بنستخدمها كواجهه بس. نسيت اقول لكم صفحه الويب احنا بنستخدمها كواجهه بس عشان تفعل معانا ملف ال HTML. تمام. يعني الرابط ده اصلا لو دخلت بيه المتصفح مش هتلاقي ليه اي اثر. تمام. تضغط بقى هنا، تضغط على العلامه اللي فوق ديت وعشان نضيف الملف. طبعا انت هتحمله، هتلاقي عندك في ملف طبعا انت هتحمله عندك، هتلاقي في ملف داونلود. هتلاقي عندك بره هنا هتفك الضغط عن الملف وتحمله عادي، او تضيف عدد التطبيق اهوت. فين شريط الاخبار هتلاقيه بنفس الاسم ده كده. هنضيف الملف، نرجع بقى نعمل تثبيت للتطبيق. طبعا اي الوان او اي حاجه عايز تعدلها هتلاقيها موجوده في ملف ال HTML. طبعا اكواد الالوان معروفه، هتلاقي مكتوبه مثلا لو اسمر هتلاقيه مكتوب 6 صفار، ابيض هتلاقيه 6 اف. تمام. الى اخره من اكواد الالوان. هنعمل بقى تثبيت للتطبيق، ولو واجهك اي مشكله في تعديل الملف تقدر تكلمني على قناه التليجرام وانا اساعدك فيها، ولو عندك اي اسئله تقدر تكتبها في التعليقات. هنسرع المشاهد ديت. تطبيق، وزي ما انتم شايفين كده ملف الاخبار ظهر او شريط الاخبار ظهر تحت من غير اي مشاكل. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا جديده ان شاء الله. كان معكم اخوكم عبد الله. سلام.